كيبدا الفيلم مع تريس وهي كتهضر في التليفون مع المدير ديالها ايد. كانت معصبه بزاف مع داكشي اللي كان كيطرى ليها في هاد الدار. تتقول ليه باللي صافي طلع ليها الدم من هاد الخدمه، وقالت ليه الا بقيت ليله واحده اخرى في هاد الدار غادي يهزوني النيشان 36. ايد حاول يهدنها، ولكن هي جاوباتو باللي البارح شافت شي حوايج كيرعبو، وقالت ليه يقلب على شي حد ياخذ بلاصتها. وهنايا كنفهموا باللي تريس فرمليه مقابله واحد المراه شارفه سميتها اوليفيا اللي مريضه. ملي قطعت تريس التليفون مشات وقفات حدا الشرجم، وفجأة سمعات شي صداع، غير دارت وهي تغوت. وهنايا تحبس المشهد وما بقيناش عارفين شنو طرا ليها، ولكن غنعرفوا من بعد اكيد. ولكن قبل ما نبداو الاصدقاء ديالي العزاز، شفت بزاف منكم كيتفرجوا وما كيديروا لنا لايك ولا تعليق. ديروا لنا شي لايك وشي تعليق لهذا الفيديو، واشتركوا في القناه باش نستمر نشر لكم بزاف ديال الملخصات. وشكرا لكم بزاف. والغد اللي في الصباح عيد عيط لوحده سميتها ديل، وقال لها باللي كاينه بلاصه خاويه وتقدر ترجع للخدمه. ديل بلا ما تفكر ناضت كتجري كتجمع حوايجها، وصاحبها بين قال لها بلا ما تمشي. هي قالت لي باللي كتبغي خدمتها وما تيقاش ان الوكاله عيطوا ليها، وهذه فرصه ثانيه ما بغاتهاش تضيعها من يديها. شدها الطريق ومشات للدار. الدار كانت معزوله وبعيده بزاف على المدينه. يلا غادت وهي تحس بشي حد تشد ليها يديها، وطلع واحد خينا سميتو توم. قال لها باللي هو جار اوليفيا وطلب منها السماح يتشد لها يديها، ولكن دار هكا غير باش ما تفيقش اوليفيا بالدقان. توم عاود ليها باللي الفرمليه اللي كانت قبل منها مشات فجاه وخلات اوليفيا بوحدها الليله كامله، وهو اللي عيط على الوكاله ملي لقاها بوحدها، وقال لها باللي هو اللي حاضيها من نهار مت راجلها. ملي فقد اوليفيا بدات كتعيط على تريس. توم شرح لها باللي تريس مشات وديل هي الممرضه الجديده. اوليفيا طلبات من ديل ما ديرش بحال تريس وتخليها بوحدها. توم مشى بحالو. اوليفيا طلبات من ديل توجد ليها اتاي، ولكن اكدت عليها باللي هي كتشرب غير في هاد الكاس. ديل جابت ليها اتاي، وشويه نزلت ديل تجيب شي حوايج من الطوموبيله، وهي تلقى بواحد الدريه سميتها بيني. بيني قالت لها النيشان الفرمليه هربات ياك، وقالت لها حتى انت كاع الا طولتي غادي تضربي 3 ايام وتمشي بحالك بحال كاع اللي جاو قبلك. ديل تعجبات، ولكن بيني كملات كلامها. واش حتى حد ما قال لك باللي هاد الدار مسكونه؟ واكدت لها باللي شافت شي خيال في هاد الدار قبل، ولكن في هاد اللحظه جاتهم باباها وقال لها ترجع للدار دابا، واعتذر ديل حيت بنته صدعاتها. واحد شويه ديل كانت كتعاون اوليفيا باش تجلس على الكرسي. اوليفيا ردات البال باللي ما كتخدمش بيديها اليمنى. ملي سولتها علاش قالت ليها ديل باللي عندها مشكل في يديها وهي صغيره وما كتقدر تهز بها والو. اوليفيا طلبات منها تجلس، ولكن غير جات تجلس وهي تغوت عليها اوليفيا، وقالت ليها باللي هاد الكرسي ديال راجلها البرت، وحتى حد ما عنده الحق يجلس فيه من غيره. وقالت ليه باللي واخا مات راه كيجي يزورها بزاف وكيقول لها باللي ما بقى ليها والو وتمشي عنده. ديال في هاد اللحظه بدات كترعد وخايفه من هاد الهضره، وواحد شويه شي واحد كيدق في الباب. ديال قالت ليها باللي راها تقداو شي حوايج من المارشي. اوليفيا وراتها باللي الفلوس كاينين في المتجر ديال المكتب، وقالت ليها تخلصوا. ملي ديال حلات الباب لقات جيكوب مول السخره، اللي استغرب ملي شافاه وسولها على تريسي. قالت ليها باللي هي اللي جات في بلاصتها. جيكوب حاول يسالي عليها شويه ويجر معها الهضره، ولكن هي كانت قاصحه معاه وجمعته بالهضره. ديل خلات ليه الصرف وسدات الباب في وجهه. وفي الليل ديل كانت كتهضر مع صاحبها بين ابيل فيديو، وهما كيهضروا سمعت ديل الصداع ديال الباب كيتفتح. قطعت مع بين دغيا ومشات تجري تشوف شنو كاين. ملي دخلت عند اوليفيا لقاتها ميته بالخوف وكتقول ليها باللي اربيط راجلها الميت كان هنا، وقاتل ديل باللي طلبت منه يبعد عليها ويخليها في التقار. ديل سولتها باللي واش هو معانا دابا. اوليفيا قالت ليها وفجاه اوليفيا بدات الهضره تماما وقالت ليها علاش بدلتي لون شعرك. ديل هنايا بقات غير كتشوف، وملي طلعت ديل لقات الباب ديال القابول تحت محلول واستغربات، حيت هي اللي كانت سداتو بيديها وسداتو ورجعات كتجري لبيتها تنعس. ديل كانت كدوش وفجاه سمعت الصداع ديال الصفاره، خرجت كتجري عند اوليفيا ولقات الجهاز ديال التنفس مقطوع عليه الضوء، ولكن عاد قادها في اخر لحظه. اوليفيا تخلعات وبدات كتقول باللي البرت هو اللي قطع عليها التنفس وباغي يديها معاه. ديل بدات كتهدن فيها، وملي خرجت ديل لقات ورقات الموسيقى مشتتين في الارض. تخلعات وجمعاتهم ورجعتهم بلايصهم. شويه شافت الكادر ديال التصاور تحرك من بلاصتو، قداتو عادي ودخلت تنعس وما بغاتش تطفي الضوء. ولكن الصدمه هي ان داك المسخوط جيكوب موت السخره هو اللي كان الداخل ديال الدار، وكان كيصور فيها وهي ما جايبه للدنيا خبار.
والصباح عيط لها المدير إد وقال لها باللي غادي يصيفط لي يعوضها نهار الخميس. ديل تخلعات وقالت ليه باللي غتبقى السيمانه كامله بوحدها. وفي الليل كانت جالسه مع اوليفيا، سولتها ديل على البيت اللي الفوق. اوليفيا قالت لها باللي هذيك مكتب ديال البرت، ومن النهار اللي مات وهي سدها وحتى حد ما كيدخل ليه. وشويه طاح الفيليل ديال الشهر ديال ديل، وملي تحنات باش تهز الفيليل لقات لاكارت ديال تريس. تعجبات كيفاش تريسي مشات ونسات لاكارت ديالها. وفي الليل وهي ناعسه سمعات صداع ديال الخطوات الفوق، طلعت كتسلات باش تشوف شنو كاين، وتصدمات ملي لقات الباب ديال المكتب محلول ويلا غتقرب منه وهو يتسد بالجهد. ديل كانت غتقطع من الخوف، وملي داها النعاس فقط على الصوت ديال الرعد والبرق، وسمعت عاوتاني الصفاره ديال الماكينه. جرات عند اوليفيا ولقات الضوء مقطوع والجهاز طافي. نزلات كتجري لتحت باش تشوف الماكينه ديال الضوء، وفجاه بان ليها شي خيال وراها وطلع غير توم. قال ليها باللي خاف عليها ملي تقطع الضوء وجاي يعاونها يخدم المولد. ديل رجعات عند اوليفيا واعتقدها في اخر لحظه. وملي رجع الضوء ديل خرجات وبدات كتبكي بالخوف. توم جا وهضر معاها قال لها باللي المولد خاصو المازوط وغادي يجيبوه غدا في الصباح. شكراتو وعرضت عليه شرب القهوه. بقاو كيهضروا ومعاود ليها باللي مرتو سمحات فيه هي وبنتو مشات، وبيني من تما وهي كتقول باللي الدار مسكونه. ديل سولاتو واش عمر هضر مع تريسي، قال لها باللي هضر معاها شويه وبان ليها باللي كانت تحت الضغط ولكن ما عرفش فين مشات. ديل قالت ليه باللي مستغربه كيفاش تريسي خلات لاكارت ديالها وتمشي. هو جاوبها باللي ربما كانت زربانه والدار كبيره وكتطلع الدم. وملي جات ديل تطلع لبيتها تصدمات ملي شافت اثار ديال رجلين فوق الدروج وكانت غتموت بالخوف. وفي الصباح لقات المحقق في الباب كيسولها على تريسي، وقال لها باللي راها غابره وما لقاوش ليها اثار. ديل قالت ليه باللي ما كتعرف والو، ومن غير انها لقات لاكارت ديالها تحت الطبله. وملي مشات تجيبها ليه البوليسي شاف اوليفيا وطلع يهضر معها، سولها على تريسي وهي تجاوبو باللي بنت الحرام خلاتها بوحدها وكان ممكن تموت حيت ما كتقدرش تنفس بلا ماكينه. البوليسي سولها واش لاحظتي شي حاجه غريبه في هذيك البنت. اوليفيا سكتت شويه وقالت ليه شكون هي. قال ليها تريسي، وهي ترجع تعاود نفس الهضره باللي خلاتها وهربات. ديل عطات لاكارت للبوليسي وهو عطاها لاكارت ديالو وقال لها باللي الا بان ليك شي جديد عيط ليا. ملي مشى البوليسي اوليفيا كانت ناشطه وفرحانه، طلبات من ديل طلاق ليها الموسيقى بالجهد. وديل دارت ليها خاطرها. وملي جات تردها لبلاصتها ديل سولات اوليفيا اشنو قلتي للبوليسي على تريسي. هنايا اوليفيا بدلت الهضره تماما وقالت ليها باللي الليله اللي مشات فيها تريسي سمعت الغوات وكان شي حد كيخبط بالجهد في الباب. ديل سولات باللي واش خالت هادشي للبوليسي. اوليفيا حلفات باللي قالت ليه. شويه جا جيكوب القضيه وبان ليه طوم دايس بالطوموبيله ديالو. قال ديل هاد خينا كينرفزني بزاف. وعاود ليها باللي ديجا دابز معاه ملي شافو واقف مع تريسي. توم ضربو وهددو يبعد عليها. اكد ليها باللي طومي كان كيموت على تريسي وطلب منها ما تقول لطوم والو وتخلي داكشي يسير بيناتنا. ملي دخلت ديل عيط ليها ايد وقال لها باللي اللي غترومبلاسيها غتجي في الصباح. هي سولاتو عاوتاني على تريسي وهو قال لها باللي تريسي حتى الشيك ديال الخلاصه الاخير ما جاتش تاخدو، واكد ليها باللي غتبان قريبا. خرجت ديل لقات بيني واقفه سولاتها البنت واش معجبه ببابا. ديل استغربت وقالت لها السؤال عادي علاش. بيني قالت لها غير باش نعرف واش غتكوني بحال اللي قبلك، اكيد عرفتي باللي ماما مشات وبغيتي تستغلي الوضع. ديل سولتها واش ماماك ما كتجيش عندك. بيني جاوبتها واش كتقصدي بحال اربرت. لا ما كتجيش ماما ميته. ديل تخلعات ملي عرفات باللي ماماها ميته. وبيني كملات هضرتها باللي سمعت باباها كيهضر مع تريسي على شي بلاصه غادي نمشيو ليها. فهاد جا طومي وجرى على بنتو للدار. وديل دخلات تخوي الصخره ولقات حوايج زايدين. عيطات لجيكوب وقال لها باللي هذا كادو من عنده. وزاد صدمها وقال لها ردي بالك من طوم راه قتل مرتو، وإلا ما تيقتنيش دخلي قلبي في جوجل. دير مشات كتقلب في الانترنت وتصدمات ملي لقات الخبر صحيح. عيطات لعيد وسولاتو قال لها باللي مرتو غير زلقات في الدوش وماتت والبوليس دو الملف. فين كاين المشكل. وهي كتهضر سمعت اوليفيا كتعيط. مشات عندها لقاتها مرعوبه وكترعد وقالت ليها باللي البرت فكرها باللي طوم هو اللي كان كيخبط في الباب نهار مشات تريسي وانها سمعت الصوت بوضوح. وفجأة اوليفيا نسات هاد الشي كله وبدات كتغوت على ديل فينا هو اتي راني شحال هادي وانا كنطلبو منك. ديل خلاتها ومشات كتجري للكوزينه وهي كترعد بالخوف.
ديل سمعت صوت التليفون كيصوني، بقات متبعه الصوت حتى لقات التليفون ديال تريسي ولقات فيها ميساج من عند توم. تفكرات هضرات جيكوب وعيطات للمحقق وقالت ليه باللي لقات التليفون. طلب منها تبقى في بلاصه حتى يجي. نزلات توجد اتي اوليفيا، ولكن الصدمه هي ان اوليفيا تقلبت عليها وبدات كتغوت. خرج عليا من داري وقالت ليها باللي البرت عاود ليها حقيقتها وباللي كانت السبب في موت واحد المريض كان تحت رعايتها، وداك الشيء علاش جراو عليها. ديك تصدمات واش هذا البرت بصح كاين، وقالت لها باللي ما كانتش عارفه باللي داك المريض كيموت وحاولت تعتقو وما قدراتش. ولكن اوليفيا بقات خايفه منها وكتجري عليها. سمعت صداع في الباب، سولتها اوليفيا شكون. ديال قالت لها باللي عيطات للبوليس. ملي حلت الباب لقات قدامها توم. ديال تخلعات وما بغاش تدخلو، ولكن هو بزز دخل. قالت ليه لقيت تليفون تريسي، واش ماشي هو اللي كنتي كتقلب عليه البارح؟ وزادت وقالت ليه باللي شافت اثار ديال الصباطو في الدروج نهار الشتاء. قال لها باللي يمكن يكون جيكوب. وديل جاوباتو جيكوب اللي ضربتيه على قبل تريسي. قال لها باللي جيكوب كذاب وباللي ضربوه حيت لقاه كيتجسس على تريسي وكيصورها ويحط تصورها في الانترنت. ملي سولاتو ديل واش كاين شي حاجه بينو وبين تريسي، قال لها باللي معجب بها. ديل قالت ليه انت كذاب بحال كيما كذبتي عليا موت مرتك. اكيد تريسي ملي عرفت حقيقتك صفيتيها ليها. بدا كيحلف باللي مظلوم وما دار والو. وديل غوتات عليه، انت اللي قلتي لاوليفيا على المريض اللي مات عندي. وفي هاد اللحظه سمعوا الصوت ديال البوليس. توم تعصب حيت بلغوا عليه وحالف باللي ما قتلش تريسي. ديل تصدمات وقالت ليه حتى حد ما قال باللي تريسي ماتت، يعني زلقتي في الهضره. البوليس دخلوا وقبضوا عليه، خداو التليفون من عند ديل. واوليفيا سولات ديل على داك الصداع، وديل قالت ليه باللي توم تقبض عليه. سولتها واش مازال بغات تهضر مع المحقق، ولكن اوليفيا كانت نسات كل شيء ورجعت تقول لها ديري لي اتاي يا بنتي. الغد ليه جيكوب فرح ملي شاف البوليس عند توم. واوليفيا كانت كتفرج مع ديل في الاخبار على اختفاء تريسي الغامض. ديل كانت مباشرة حيت طيحات الكاس وهرساتو. اوليفيا غوتات عليها حيت داك الكاس عزيز عليها. وديل بقات كتجمع في الزاج وما رداتش البال باللي بقات طريفه في الارض. عيط لها ايد وقال لها باللي واحد الفيرمليه سميتها اليس راها جايه في الطريق باش ترومبلاسيها. ديل كانت فرحانه وطلعت تجمع حوايجها. وهنايا كانت المفاجأة الكبيرة، شافت أوليفيا ناعسة والكاس محطوط حداها صاين ما مهرس ما والو. استغربات حيت هي عاد هرساتو بيديها. بدات متبعه واحد السلك ديال الجهاز لقاتو دايز البيت المكتب اللي ديما مسدود، ونزلات تجيب باش تحلو. ولكن غير طلعت لقات الباب تفتح بوحدو. شافت الجهاز لقات الفيديو مسجل ديال أوليفيا وهي ناعسة، يعني داكشي اللي كانت كتشوف من الصباح غير فيديو كيتعاود. وملي وصلت السلك بانت الصورة الحقيقية، وفجأة الباب تسد عليها من برا وبقات كتغوت وكتحاول تفتحو. طلعت على اوليفيا لقات الناموسية خاوية، عيطات لأيد وهي كترعد وقالت لي لقيت شكون اللي قتل تريسي. عيط لاليس وقال ليها بلا ما تجي. شرحت ليه باللي اوليفيا ما مريضة ما والو، وباللي هادشي كله تمثيل باش تنتقم من الوكالة حيت راجلها البرت مات وهو تحت رعايتهم. وفي نفس الوقت اليس وصلت للدار وبدات كتدوخ والباب تفتح بوحدو. دخلت لقات اوليفيا مرميه في الارض، مشات كتجري عندها باش تعاونها وهي ما عرفاتش باللي راها داخله عند الوحش بيديها. اليس مسكينه يلا دخلت وهي تاكل الدقه. المهم ديال قدرت تهرب من الشرجم ونزلات للكوزينه الزات موس، وهي تلاقى مع جيكوب متسخره وضرباتو بالموس حيت تخلعات. جيكوب قال لها باللي صافي عارف الحقيقه، وهي قالت ليه باللي بقى في بلاصتو باش تعاونو. يلا بغات تدخل البيت وهو كيقول لها بلاش، ولكن هي بغات غير توقف ليه النزيف. وفجأة شي حد شدها من رجليها. طلعت اوليفيا وبدات كتعاود نفس الهضره. البرت كان عنده الحق دابا تلحقي بيه. اوليفيا هزات الموس باش تقتل ديل وهي كتهمها باللي بغات تصفيها ليها. وديل كتحاول تشرح ليها باللي بغات غير تعاونها. اوليفيا هدات شويه ورجعت له، ولكن لسوء حظها عفطات على داك الطرف ديال الزاج ديال الكاس اللي تهرس وتزلقات وطاحت وماتت في البلاصه. ديل تصدمات وبدات كتبكي. وملي مشات تعتق جيكوب لقاتو حتى هو فارق الحياه. البوليس وصلوا ولقاو ديل منهاره والدار ولات فيها 3 ديال الجثث. داوها للكوميسيريه باش يحققوا معها. قالت لهم باللي الجرح ديال جيكوب ما كانش خارق وبغات غير تعتقو، ولكن المحقق صدمها وقال لها انت اللي قتلتيهم وعندنا الفيديو كيدينك. ديال بقات كتحلف
باللي ماشي هي اللي في التصويره، ولكن المحقق ما تيقهاش وزادها باللي عندها السوابق المريض اللي مات تحت يديها، وقال لها باللي قتلتي اوليفيا على قبل الفلوس. جبت ليها الساروت ديال المتجر اللي فيها الفلوس، وهي جاوبته باللي هذاك الساروت المتجر ديال الموسيقى ماشي ديال الفلوس. ملي لاح ليها الساروت خطفاتو بيديها اليسرى، وهنا المحقق استغرب، وديل شرحت ليه باللي هي ما كتستخدمش يدها اليمنى من صغرها، بينما اللي في الفيديو كان كيخدم باليمنى. دخل واحد الضابط كيجري، قال المحقق باللي الطبيب الشرعي لقى باللي جيكوب مات مخنوق ماشي بالضربات الموس، وقال ليه باللي لقاو فيديوهات وتصاور في التليفون ديالو كيبينو كاع البلان. وقبل ما يمشي المحقق امر باش يطلقوا توم حيت بان باللي باري، وتوم غير خرج مشى كيجري لدار اوليفيا، قلب تحت الناموسيه وجبت شي لبسه كحله، وفي هاد اللحظه طيحوا عليه البوليس. هنايا كانت الصدمه الكبيره، ديك اللبسه كانت ديال تريسي الفرميه الاولى اللي غبرات. تريسي وتوم كانوا متفقين ومصاحبين وخططوا لهاد الشيء كله، حيت اوليفيا ما عندها لا اولاد وما عندها حد، وكتبات كاع املاكها 8 مليون دولار لتوم حيت كان مقابلها. توم كان غارق في الكريديات مع الناس واعرين، داكشي علاش اتفق مع تريسي باش يقتلوا المراه الشرفه، وتوم هو اللي كان كيمثل دور البرت، ومغطي وجهه باش يخلع اوليفيا وقطع عليها النفس. وديل هي اللي خربقات ليهم الخطه ملي كانت كتعتقها كل مره، واللي كانت كتشوف البنت بيني كانت هي تريسي متخبيه في المكتب، ودايرين فيديو مسجل في الكاميرا باش يبينوا البراءه. كيفاش عرفوا هادشي؟ من تليفون جيكوب اللي كان مريض بتصوير البنات، وصور تريسي وتوم بلا ما يحسوا. البوليس طلقوا توم بالعاني وتبعوه حتى جبد الدليل. توم حاول يهرب ملي تفرش ومحقق تبعوه وقدر انه يشدو، ولكن ما بغاش يستسلم وتيرا فيه البوليس ومات. اما ديل فخرجات براءة اخيرا، وقررت تمشي وتسمح في ديك الخدمه ديال التمريض اللي جابت لها غير المشاكل، والتريسي حتى هي جابوها من الميساج اللي صيفطات لتوم. وهذه هي نهاية الفيلم. شكرا على المشاهدة.